في اسكتلندا من مئات السنين في لعنة غامضة كانت راعبة الناس بتختفي من الطرق من غير أي أثر. صوت صرخات في الضلمة، والسر كان مستخبي جوه كهف مهجور وراه عيلة ما تعرفش عن الرحمة حاجة. كان زعيمهم كابوس اسمه سوني بين. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ صلوا على النبي وتعالوا نبتدي القصه على طول. القصه بدات في نهايه القرن ال14 لما سوني بين اتولد في اسكتلندا. عيله سوني بين كانت فقيره جدا، وابوه كان شغال في حفر الترع وقطع الشجر عشان يعرف يصرف على عيلته. مع ان العيله كانت فقيره جدا، الا ان ابوه كان بيتظاهر انه عايز يربي سوني عشان يكون ولد كويس، بس ده كان عشان يرضي طموحاته الشخصيه فقط، وكان احيانا بيستخدم العنف مع سوني. في الاول سوني كان بيسمع كلام ابوه وبيعمل اللي بيتقال له، بس ابوه ما كانش بيفرح ولا بيقدر مجهوده، فسوني قرر يبطل يحاول يرضي ابوه. سوني وقف الشغل بعد فتره، وبسبب كده ابوه طرده من الشغل. ابوه فقد الامل في سوني، واهل القريه بداوا يعاملوه بطريقه وحشه. سوني ما كانش قادر يتحمل طريقه تعامل الناس معاه، وبدا يحس ان مفيش مكان ليه في القريه، ومع ان محدش كان فاهمه وكان بيتعزل اكتر واكتر، قرر سوني يهرب من القريه، وفعلا خرج من القريه. وفي اللحظه دي قابل بنت اسمها اغنيس دي كانت مفكره ان سوني جاي يمسكها، فبتقول له انت جاي تمسكني؟ سوني رد عليها قال لها ايه؟ لا بس انا هربان من ابويا. فردت عليه قالت له بجد؟ اصل انا كمان هربت من القريه عشان الناس بتقول عليا ساحره. اغنيس كانت متهمه انها ساحره وما كانش ليها مكان في القريه، وهي كمان كانت عايزه تهرب من القريه زي سوني. الاثنين اللي كان في نفس الوقت اتفقوا وقرروا يهربوا مع بعض. سوني واغنيس حاولوا يهربوا بعيد عن القريه، لكن الفلوس خلصت منهم. احيانا كان بيهاجموا الناس اللي بتعدي من جنب المكان اللي قعدوا فيه عشان يعرفوا يعيشوا، لكن الفلوس اللي كانوا بيجيبوها كانت قليله. حتى لو سرقوا مجوهرات ما كانش عندهم طريقه يبيعوها عشان الناس ممكن تكتشف جريمتهم، فالحياه بقت صعبه عليهم اكتر واكتر. سوني قال لاغنيس طيب ما تيجي ندور على شغل؟ اغنيس قالت له لا، الناس ممكن تكتشفنا. سوني رد عليها وقال لها بس كده مش هنعرف نعيش من غير اكل. اغنيس قالت له مفيش حل، ده اخر حل. سوني رد عليها باستغراب وقال لها اخر حل؟ هو ايه اللي اخر حل؟ اغنيس قالت له بكل جبروت ايه رايك ادام مش هنعرف نعيش من غير اكل يبقى هناكل الاشخاص اللي بنهاجمهم. واللي اغنيس طبعا اقترحته كان اكل لحوم البشر. وهنا سوني وافق على كلامها بدون تردد، وبكده يبقى ابتدت قصه اكلي لحوم البشر. الاتنين كان بعد ما يقتلوا الشخص اللي بيعدي من قدامهم، لما يكونوا عايزين ياكلوا بياخدوا اللي هم عايزينه من الجثث بتاعت الضحايا، وبيسيبوا عليها تشوهات كانها كانت هجوم من حيوانات عشان محدش يكتشفهم. كانوا بيهاجموا الناس لما يكونوا جعانين بس، عشان لو عدد كتير من الناس اختفى الناس ممكن تشك فيهم. لما استمروا في السفر ووصلوا الكهف قريب من البحر، سوني اكتشف حاجه وقال لاغنيس شوفي كده، لما المد يكون عالي مدخل الكهف مش بيكون ظاهر. قالت له كويس كده، مفيش حد هيقدر يلاقي المكان ده. راح سوني رد عليها قال لها خلاص خلينا نعيش هنا. الاتنين اللي لقوا الكهف اللي كان مدخله سري قرروا يعيشوا فيه ويبداوا حياه جديده، بس لو فكروا يشتغلوا حد ممكن يكتشف مكانهم، ولو حد اكتشفهم كده ممكن يرجعهم للقريه تاني اللي هم هربوا منها. فقرروا ساعتها ان الشغل الوحيد اللي يقدروا يعملوه هو انهم يسرقوا، مع ان كانوا عارفين ان ده غلط. استمروا في سرقه الاشخاص واكل لحومهم، وكانوا بيجففوا ويحفظوا لحم الضحايا عشان يعيشوا عليه. لا وكمان من جبروتهم كان بيبرروا لنفسهم ان ده احسن من انهم يسيبوا الجثث في العراء. بعد ما بدأوا ياكلوا لحم البشر حياتهم استقرت شويه، لكنهم بدأوا يزهقوا عشان ما كانش عندهم شغل. والعيله دي كانت بتستخدم اساليب وحشيه جدا في الاكل. من بعض الطرق اللي كان بيقتلوا بيها الضحايا انهم كانوا بيرموا الضحايا بالحجاره لحد ما يموتوا. كان بيطعنوا الضحايا بالسكاكين في اماكن حيويه زي قلب عشان يموتوا اسرع، وفي بعض الحالات كان بيخنقوا الضحايا بالحبال او بايديهم. وكان بعد ما يقتلوا الضحيه كان بيقطعوا الجثه لاجزاء صغيره عشان يخبوها في الكهف. عاشوا عشان بس يرضوا شهواتهم، وخلفوا 8 ولاد و6 بنات، وولادهم بدأوا يقلدوهم لما كبروا في مهاجمه الناس بسبب فكرتهم ان الولاد الكتير هتخلي الهجمات اكتر كفاءه. سوني خلى اولاده يخلفوا كمان، فخلفوا 18 حفيد و14 حفيده. العيله بقت عباره عن 48 فرد. عيله سوني عاشت كده لاكتر من 25 سنه، لكن كل ما العيله كبرت احتاجت اكل اكتر، بداوا يهاجموا الناس اكتر واكتر. العيله دي كانت عايشه في كهف ضخم
وكان الكهف متقسم لاجزاء مختلفه. كان في اماكن مخصصه للنوم معموله من قماش وخشب، والقماش ده كان بيجيبوه من الضحايا بتاعتهم. كان في اماكن لتخزين اللحوم البشريه، كان بيقطعوا الضحايا ويحتفظوا بلحومهم عشان ياكلوها على مدار اليوم. كان في مكان مخصص لذبح الضحايا وتقطيعهم، المكان ده كان مليان دم وعظم. كان في افراد من العيله دايما واقفين عند مدخل الكهف عشان يحموه من اي دخيل. وبعد ما بقى يهاجموا الناس اللي بيتعدي من الغابه، الناس في المدن بداوا يتكلموا عن اكلي لحوم البشر. في ناس افتكرت ان ممكن يكون هجوم من حيوانات، وناس تانية افتكرت ان اصحاب الفنادق هم اللي بيخطفوا الناس. اتقال ان اكتر من 1000 شخص اختفوا الفتره دي. حوالين سنه 1430 عيله سوني بين عملت غلطه، ودي كانت بدايه النهايه ليهم. لما اولاد سوني بين هجموا على واحد ومراته كانوا مسافرين، والراجل ماشي كان مستغرب ويقول مين الناس دي؟ ومراته لما لقيتهم بيهجموا عليه بقت تصرخ وتطلب النجده بصوت عالي، وجوزها مش فارق معاه الا مراته، وهو عمال يقول لهم سيبوا مراتي. جوزها هاجم سوني واولاده بالسلاح، بس للاسف ساعتها مراته ماتت، لكن قدر ياخد جثتها ويهرب. راح لاقرب قريه جنب مكان عيله سوني وحكى للناس اللي حصل. الخبر ده وصل للملك جيمس الاول ملك اسكتلندا، اللي كان شاكك ان اختفاء الناس دي كلها ما كانش مجرد افتراس من حيوانات زي ما كان بيتقال، كان شاكك ان الموضوع اكبر من كده. الملك فعلا ارسل جنود للمكان اللي الراجل حكى عنه عشان يدوروا على الفاعل، وفعلا راحوا الجنود ولقوا المفاجاه، لقوا الكهف اللي كان عباره عن مخبأ عيله سوني بين. عيله سوني بين اتفاجئت بالجنود اللي اقتحموا الكهف، وما كانش عندهم فرصه ان هم يقاوموا، واتقبض عليهم كلهم. الملك جيمس امر باعدام كل افراد العيله. الاعدام كان وحشي. الملك جيمس امر الرجاله من عيله سوني انها تتقطع اطرافها لحد ما تموت، والستات يتحرقوا وهم عايشين. مع ان الاعدام كان بالطريقه دي، لكن محدش من العيله طلب الرحمه، وهم كانوا بيتعدموا وما كانش عندهم اي ندم او اسف، لدرجه ان الناس شافتهم مش بشر عاديين. وسوني ساعتها وهو بيتعدم قال مش هي دي النهايه، ومفيش نهايه. وبكده انتهت اسوأ قصه لاكلي لحوم البشر في التاريخ. بس كان في حاجه قلقت الناس ساعتها، ان 46 فرد بس من العيله اتحبسوا، واتقال ان 2 هربوا، لكن بعد كده مفيش مسافرين اختفوا، واتفرض ان الاتنين دولت ماتوا. القصه دي اتنست لفتره، لكن بعدين ظهرت تاني واتحكت في كل مكان في العالم. الغرابه والرعب اللي فيها خلى الناس لسه تتذكرها لحد النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك، عشان ده بيشجعني ان انزل فيديوهات باستمرار. تصبحوا على خير، سلام.